الفيلم ديال اليوم هو فيلم فرصة تانية من بطولة فاطمة الزهراء الحرش والزبير هلال. القصة ديال هذا الفيلم كتدور حول كوبل مغربي عايش حياة بسيطة جدا، ولكن الزوجة ما عجبهاش الحال، ما عجبهاش هذه الحياة، وكتحس بأنها كتستحق حياة أحسن. بغات حياة الرفاهية فين قاع داكشي اللي طلبات وتمنات يتحقق ليها. في نظركم شنو غيوقع إلا جاتها فرصة أنها تعيش ديك الحياة اللي كانت دائما كتحلم بها؟ هادشي اللي غنكتشفوه في هذا الفيلم. سعاد هي بنت يتيمة متزوجة وربة بيت، كتدوز الوقت ديالها في الشغل ديال الدار ويوتيوب اللي كانت كتشوف فيه بنات عايشين الحياة اللي هي بغات وكتحلم انها تعيشها. وفي الجهة الثانية كاين عادل الزوج ديالها اللي كان انسان بسيط وقنوع، كان خدام السرباي في واحد القهوة، وكانت عايشة معهم الام ديالو اللي هي انسانة بلدية طبيعية. وكانت علاقتها مع سعاد في البداية كانت مزيانة. مني أنا ما لا هذا أمل أحسن مني. لا بنيتي حاشا، ما كاين حد أحسن من حد. عاد نسيت تبارك الله طولة وكانوا كاملين عايشين في دار بسيطة في حي شعبي فين كاين القهوة اللي خدام فيها عادل. وحيت عادل كان كيبغيها بزاف كان كل شهر كيعطيها خلصته كاملة باش هي تصرف بها، ولكن هي ما كانتش مقتنعة. وكما قلت في الاول هي كانت بغات طوموبيل، فيلا، فلوس. تكون بحالي ساكنة في فيلا والطوموبيلة هي لتحت مقارية هنايا تحت الدار وكل ذهوبات والحوايج اللي كتقدى ليا. واو عرفتي زعما أنا عايشة واحد الحياة واعرة ما كاينش بحال. ولكن الزوج ديالها ما كانش كيديها في هضرتها لانه ما عندوش كيدير يحقق ليها هاد الاحلام ديالها، وبالنسبه ليه راه كيدير الجهد ديالو كامل. ولكن بالنسبه ليها عادل انسان غير طموح، ما تيشوفش بعيد وما باغيش يحقق احلامه ويوصل داكشي اللي هي كتحلم به. وبهذا قررت انها هي تلقى راسها طريقه واي طريقه باش انها تربح الفلوس وتحقق الحلم ديالها. سلام البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نقدم لكم راسي، انا سعاد، عندي 24 عام، مزوجه وكنسكن في الرباط. وباش انها تربح الفلوس قررت انها تبدا قناه يوتيوب، وحاولت ولكن ما قدرتش تنجح. واحد النهار مشات تسخرات الحانوت اللي كان في الحي ديالها، وصدفه لقاتو كيبيع اوراق ديال القمر اللي يربح الربحه الكبيره اللي هي 500 مليون. وقررت انها تجرب الحظ ديالها، ومن بعد محاولات كثيره قدرت انها تربح. 27 19 ما تربحت، ما يمكنش. واش بصح انا ربحت؟ ما يمكنش. ربحت شنو غندير؟ وعوض انها تقول هذا الخبر لعادل وتعيش معاه الحياه السعيده، قررت انها تقولها لصاحبتها وبنت خالتها لطيفه اللي نصحتها بانها ما تقول والو لعادل لانه انسان غير طموح، وبانها دابا ولات لاباس عليها وانها كتستاهل انسان في نفس المستوى ديالها يكون قاري ولاباس عليه. وقالت لها حاولي انك تجبدي مع الصداع باش هو اللي يطلقك ماشي انتي. ساعات ديري شي حيله باش تفرقي مع عادل حسي مسي، والفرق ما يجيش من عندك، يجي من عنده هو. وداكشي اللي دارت، بدات في التطبيق ديال الخطه ديالها وبدات تجبد معاه الصداع كل نهار. ومن بعد قالت لي انها عاقره حيت عارفه باغي الولاد، ومنين ما طلقهاش بالعكس تعاطف معاها. عمرك تقول هاد الكلمه؟ انا غادي نطلقك، انت اللي عندي اسود، كنبغيك بزاف. بدات تجبد الصداع مع الام ديالو. ياك خالتي كدعي فيا؟ اش كندعي فيك انا ري؟ اول انت ما سمعتيش على كاين وقيده والو، غير كنكونوا هانين حتى ربي كيسلط علينا شي واحد خسرنا النهار. حتى الام قررت انها تمشي بحالها لدارها وتخليهم بجوج. ومن بعد العديد من المشاكل اللي تدير ليه تقضى ليه الصبر وقرر انه صافي يطلقها. فاك خليني غير نشرح لك. شنو تشرحي لي؟ الا بغيتي وصلتي لي انا وياك سالينا وخلاها في الدار ومشى. ومن بعد ما حصلت على حريتها قررت انها تعيش الحياه اللي كانت كتحلم بها بدوك الفلوس اللي ربحات. شرات طوموبيل، حوايج، سكنت في الدار اللي كانت كتحلم بها هي ولطيفه، وبدات تحس براسها انها وصلت وحققت الحلم ديالها.
واحد النهار لطيفة قالت لي علاش ما نمشيوش نسهروا هاد الليلة، ومشاو وتماك يتلاقاو بأمين وريان. ومن البداية ريان بدات يتقرب من سعاد. انا وصاحبي اول مره كنجيو لهذا الريستورون هذا، ياك نتوما ديجا كتجيو لهنايا؟ احنا ديما كنجيو. سوبر. اليوم فدال. هي هذيك. انا سميتي امين، صاحبي ريان. متشرفين، انا سميتي لطيفه. اوه السميه العزيزه. شكرا اخويا. لا صاحبي هاد الكلمه هادي اخر مره تقولي لي خويا. خوك هو اللي في الدار. شنو سميتك انت؟ هادي ما كوزين. نسيت ما قدمتها لكم. سميتها سعاد، مسكينه راه حشوميه بزاف، داكشي علاش ما مستانساش بهاد هاد البلاصه. خصنا نحيدو منها الحشم. ضروري. ديك الليلة بدات علاقة بيناتهم، ووهمها انه شخص لاباس عليه وداير مشاريع، وهي بدات تخسر عليه فلوسها، الكادوات، الحوايج. واحد النهار قال لها انه كيفكر يدير مشروع ديال بيع السيارات، ولكن الشريك ديالو خوا بيه. وهنا قالت ليه انا ندخل معك شريكه. ان شاء الله ندخل في واحد البروجي كبير وما تخصك حتى شي حاجه، اللي بغيتها نوفرها لك. وديال اش هاد البروجي؟ البيع والشراء في لي فواتور دو لوكس، غادي يكون اكبر محل في الرباط. وهادشي مضمون؟ 100%. غير هو عندي مشكل واحد. شنو هو؟ هذاك الشريك اللي كنت معول عليه صدق شفار، ودابا خصني ناخذ شويه ديال الوقت باش يلاه نلقى شي واحد جديد. شنو بان لك ندخل معاك الشركه اللي قبلتي عليا؟ لا 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 لا، انت غير بنيته زوينه، خليك بعيده، هادشي فيه خير صداع الراس. مالا شنو فيها؟ بالعكس، انا كنخسر فلوس غير تخوى الخاوي، اللهم نستثمرهم في شي حاجه ترجع ليا بالنفع. اي على سعاد، وليتي كتهضري بحال لي فام دافير. ومالا ما تجيش معايا؟ جات معاك حبيبه وفاتك الليل. شنو دابا متفقين؟ واش من نيتك؟ وي كندوي من نيتي. هذاك هو النهار الكبير عندي يا حبيبه، اصلا هذوك ماشي فلوسك. كيفاش؟ فلوس وليداتنا. ولادنا؟ في يدها سنات شي اوراق، وحيتاش هي تيقه فيه ما قراتهمش اصلا. ومن بعد مده يجوا عندها البوليس للدار يديوها معاهم، وفاش تمشي تلقى راسها انها متهمه ببيع السيارات المسروقه. في هاد اللحظه ريان هز الفلوس كاملين وهرب بيهم. لطيفه باش تعاونها مشات عند عادل وعودت ليه اش وقع. ديري انت هنا، خرجي ليا من هاد القهوه هادي. سعاد طاري لها مشكل كبير، ما كنعرف حتى شي وحده بهاد السميه. خرجي عليا بحال هاتو. راه عندها غير نتايا. انا ديك السيده نسيتها، ما بقى بيني وبينها والو. راه سعاد نصب عليها واحد البرهوش ودا لها فلوسها كاملين. غزا فيها. شو ما عليك، سناها على شي كتدخلها في واحد المشروع ديال الطوموبيلات المسروقه. سعاد دابا راها في الحبس. انت اللي خاصك تمشي الحبس في بلاصتها. خرجتي على عائله قداش، وفي الاخر جايب وجهك احمر كتقول لي عاوني. كنت كنكره نسمع سميتك عندي في الدار، دابا سعاد بزز باش نسيتها، ما تعاوديش تبديها لي. اسمح لي يا خويا، الله يرحم لك الوالدين. عادل، سعاد راه ما عندها حتى شي واحد من غيرك. عافاك. المهم انا مزوقه فيك. وتعاطف معاها حيت يتيمه وما عندها حتى شي واحد اللي يعاونها، وخدا ليها محامي. ومن بعد التخفيف خدات 6 شهور ديال الحبس. المحكمة حضوريا على المتهمة سعاد الشفشاوني في السجن 6 أشهر نافذة. رفعت الجلسة. وفاش خرجت لقات عادل كيتسناها وداها لدارو باش تعيش فيها بحكم ما عندهاش فين تمشي. ومن بعد تدخل ديال الام ديالو وقالت لي انها ندمانه، قرر انه يسامح ليها ويعطيها فرصه ثانيه. انا رانا امك، وهذا الشيء اللي هدا رانا كنحس به. 6 شهور انت كتاكل ما كتشرب، وزيدك حاجه وليدي والله العظيم لا جات ببركتها عا حطت رجليها هنا او العسل كب علينا. سعاد،
بسكوت الله فرب. في نظري ان الفيلم قصته زوينه، كتبين ان الانسان خاصو يكون قانع بداكشي اللي عنده، وفي نفس الوقت يكون طموح، حيت القناعه ماشي ضد الطموح، ويطمح في المحسن، ولكن خاصو يخطط بطريقه صحيحه وعلى المدى البعيد، لان الربح اللي كيجي بالزربه بلا ما تخدم عليه كيمشي بسرعه كذلك. ولكن نهايه الفيلم جاتني غير واقعيه ومثاليه بزاف، حيتاش شخص تخلى عليك بعد ما ربح فلوس ومشى يعيش حياه وبدا كيخسرهم على شخص ثق فيه في مده قصيره، ما كنظنش انه كيستحق فرصه ثانيه، وبالاكثر انك تزوج به مره اخرى.